اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ هنعمل إن شاء الله وصفة لانشون كده من الآخر، أحلى من بتاع المحلات والشركات. هتعمليه في البيت، ويمكن هي الوصفة دي اللي أقرب جدا ليها. هنجيب كده معانا نص كيلو من صدور الدجاج. هنغسلها كويس جدا جدا بالمية والليمون والملح وهنحطه في الفريزر ياخد تجميد. لازم يبقى مجمد وانت بتضربيه في الكبة بتاعتك او في المفرمة. بعد ما قطعناه مكعبات كده هنحطه في الكبة، نفرمه كويس جدا، يبقى ناعم جدا ويتسمغ معاكي زي ما هوريهولك دلوقتي بالشكل ده كده ناعم معانا. هنجيب بقى مكعبين من الدهن، اي نوع دهن موجود عندك، حتى لو كانت ليا من لية الخروف، ومعاها مكعب من المرق. هنجيب بقى كوباية كده من المية الساقعة، معاها مكعبات تلج، وفي نفس الكوباية هنحط كوباية من النشا، هندوبها كويس جدا. هنجيب بقى البهارات بتاعتنا، معلقة كبيرة بابريكا، توم باودر، بصل باودر، اللهم صل على النبي، ومعلقة من الفلفل الاسود صغيرة، معلقة صغيرة ملح. هو المعلقة الكبيرة بس البابريكا. وهجيب معلقة صغيرة كده من لون الطعام الأحمر الصحي، بيتباع عند العطار. هنفرم بقى كويس جدا، ولازم كل حاجة تبقى مجمدة يا جماعة، وتبقى فيها تلج عشان يديك النتيجة الصح، تبقى النتيجة معاكي مضمونة ومظبوطة. لازم تبقى كل حاجة مثلجة معاكي. هنحطه كده، لازم يبقى متماسك معاكي كده، ما يبقاش سايح ولا سايب ولا اي حاجة. لازم يبقى مجمد معاكي كده، يعني تبقى كتلة واحدة كده. هنلفه بقى كويس في الفويل، هتلفيه ده يعني اكتر حاجة يعني صحية، يعني احسن من اكياس التلاجة. هنلفه كويس ونحكم القفلة بتاعته كده، وهنجيب ورق فويل اللي هو الورق الألمونيا ده. بس قبل ما نلفه فيه، لو في اي فراغات كده انت شايفاها، هاتي خلة كده او ابرة، وطلعي فرغي الهواء اللي باين ده. بصي اهو كده، عشان تطلع معاكي القطعة ملسة كده، زي ما بنشتريه من بره. هنلفه كويس بقى في ورق الفويل ده، نكون مجهزين حلة مية على النار بتغلي وعليها مصفى، وهنحط الرول ده فيها يستوي على بخار الماء لمدة ساعة على نار هادية جدا. بعد ما تطلعيه بعد ما يبرد تحطيه في التلاجة، يعني ممكن لازم يبات ليلة، ولو مستعجلة عليه لازم مش أقل من 6 ساعات. والله يا جماعة يعني هتعمليه في البيت ومش هتندمي. كل ما يخلص هتعمليه حاجة صحية ومضمونة لولادك. احنا يعني بنحاول نعمل كل حاجة صحية لولادنا. دلوقتي ما بقتش في حاجة مضمونة في السوق، مفيش احسن، يعني مفيش اكتر من صحة ولادنا هنهتم بيها بالشكل ده. بألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا اللي جرب الوصفة دي. شوفوا جميل جدا، وإلا الطعم يا جماعة تحفة، وهيفضل معاكي طول الشهر. بألف هنا وشفا يا رب، ألف هنا وشفا.